في الفيديو ده هاقول لكم على الطريقة الصحيحة للدعاء، الطريقة اللي كان بيدعي بيها النبي صلى الله عليه وسلم. من غير أي مقدمات كتير، هنبتدي دلوقتي في الأدعية. أول حاجة بنستفتح الدعاء بحمد ربنا والثناء عليه. بنقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. ده كده دعاء الاستفتاح. تاني حاجة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. بنقول الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تالت حاجة الاعتراف بالذنب وطلب العفو من ربنا. بنقول إيه؟ سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأعترف بذنوبي، فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب رابع حاجة بنتوسل إلى الله بالأسماء والصفات. بنقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. خامس حاجة بتدعي ربنا باللي انت عاوزه، وهتكلم على أدعية في آخر الفيديو تحطها من ضمن الأدعية اللي انت تبقى عاوزها. وآخر حاجة بنختم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنقول بعد كده الحمد لله رب العالمين. طيب من ضمن الأدعية اللي انتوا بتدعوها لنفسكم سواء في الدنيا أو في الآخرة، خلوا الأدعية اللي أنا هقولها دي من ضمن روتين الدعاء بتاعكم اليومي سواء في رمضان أو غير رمضان. زي إيه؟ واحد: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا تعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. طيب الدعاء التاني: اللهم إني أسألك ثباتا في الأمر وعزيمة على الرشد، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونفسا مطمئنة ويقينا لا يتزعزع وإيمانا يملأ صدري نورا. تالت دعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. الدعاء الرابع: اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك مخبتا إليك أواها منيبا، تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني وأسلل سخيمة صدري. الدعاء الخامس: اللهم إني أستودعك قلبي فلا تجعل فيه إلا لك، وأستودعك أهلي ومن أحب فأحفظهم بحفظك، واكتب لي السعادة في الدارين الدنيا والآخرة، وارزقهم من حيث لا يحتسبون. الدعاء السادس: اللهم اجعل وترنا نورا في قلوبنا وراحة في صدورنا وجبرا لخواطرنا واستجابة لدعواتنا وعتقا لنا من النار وبلوغا لرضوانك وجنتك. الدعاء اللي بعده: اللهم إن كانت هذه الليلة خاتمة صحائفنا فاختمها بمغفرتك ورضاك، وإن كانت بداية خير فاجعلها بداية توفيق وفتح وبركة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدعاء الثامن: اللهم إني أسألك لنفسي صلاحا لا يعقبه فساد، ونورا لا يطفأ، وقلبا لا يقسو، وروحا لا تضعف، ويقينا يملأ صدري حتى ألقاك وأنت راض عني. الدعاء التاسع:
اللهم قوي إيماني وثبتني على الحق، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا إلى النار مصيري، واجعلني ممن إذا أعطى شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. الدعاء العاشر: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. الدعاء ال11: اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه، وافتح لي أبواب التوفيق ويسر لي أسباب الخير، وابعد عني ضيق الرزق وقلق القلب، واكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. الدعاء ال12: اللهم بارك لي في عملي ووقتي وصحتي وطاقتي، واجعل جهدي مباركا مثمرا، وافتح لي أبواب العلم النافع والعمل الصالح والقبول بين الناس. الدعاء ال12: اللهم احفظ لي عائلتي حفظا يليق بعظمتك، واكتب لهم السعادة والسكينة، واصرف عنهم كل سوء وبلاء، واشف مريضهم وارحم ضعيفهم واجبر خاطرهم، وبارك لهم في أعمارهم وأرزاقهم وأعمالهم. الدعاء ال14: اللهم اجمع بيننا على محبتك وطاعتك، ولا تجعل بين قلوبنا شحناء، وأدم علينا نعمة الاجتماع في الدنيا، واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. الدعاء ال15: اللهم اجعل لنا في الدنيا حسنات وفي الآخرة درجات، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والفوز بالجنة والنجاة من النار، واغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أخطأنا فيه وما تعمدناه. اللهم اكتب لنا نصيبا من كل خير تنزله هذه الليلة، واصرف عنا كل شر تقضيه فيها، واختم لنا بخير، واجعل خاتمتنا شهادة في سبيلك أو موتا على طاعتك وأنت راض عنا. اللهم اكسر في قلبي كل تعلق لا يرضيك، واملأه بك حتى لا يرى سواك، ولا يرجو غيرك ولا يخاف إلا منك. اللهم طهر نيتي وزكي عملي وأصلح سريرتي، واجعل باطني خيرا من ظاهري، واجعل ظاهري صالحا لك. اللهم إني وقفت ببابك لا أحمل إلا فقري، ولا أملك إلا ضعفي، ولا أرجو إلا رحمتك، فإن لم تغفر لي فمن يغفر، وإن لم ترحمني فمن يرحم. اللهم إني أسألك لنفسي ثباتا لا يتزعزع، وإيمانا لا يتبدل، وقلبا إذا ضاق به الهم قال حسبي الله، وإذا أثقل بالحزن قال إن مع العسر يسرا. اجعلني يا رب ممن تمشي بهم الحياة وهم بك مطمئنون، ولو اضطرب كل شيء حولهم. اللهم ارزقني رزقا يغنيني، وراحة ترضيني، وطمأنينة تسكن صدري، وبركة تحيط بأيامي. لا تجعل رزقي تعبا ولا سعيي هدرا ولا دعائي مردودا، وافتح لي أبوابا لم تخطر لي على بال. اللهم إني أسألك حسن الدنيا، لا دنيا تلهيني بل دنيا تقربني منك، ودينا لا أزيغ عنه، وآخرة ألقاك فيها وأنت راض عني. اللهم اجعلني ممن إذا ذكرك بكى، وإذا دعاك رجا، وإذا أخطأ عاد، وإذا ضاق به الأمر وجدك أقرب إليه من كل شيء. اللهم إن كان في صدري أمنية تعلمها فبشرني بتحقيقها على خير، وإن كان في قلبي خوفا تعلمه فبدله أمانا، وإن كان في طريقي عسرا فاجعله بعده يسرا عظيما. اللهم اختم لنا بخير، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، واجعلنا بمن نحب تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. يا رب لا تردنا من قيامة ليلنا إلا وقد غفرت ذنوبنا ورفعت درجتنا وكتبت أسماءنا في عتقائك من النار. ادعوا من قلبكم، خلوا الأدعية دي روتين معاكم يوميا. شيروا الفيديو لأكبر عدد من أصحابكم وأهاليكم وجيرانكم. ربنا يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم.